هؤلاء أصبحت حياتهم مجرد ذكرى ربما لم تستوعبها بعد عقول الأطفال، وتحديداً ممن نجوا وحدهم. هذه طفلة أخرى فقدت عائلتها أيضاً في قصف استهدف بيتها، لكنها لم تدرك ذلك بعد. تبحث بين الجرحى والمرضى رفقة عمتها علها تجد ناجياً واحداً من أفراد بيتها. أما هذه فطفلة نجت من القصف بيد مثبتة بأسياخ حديدية وأخرى مبتورة، وعبثاً تحاول مسح دموعها. مشاهد الفقد في غزة لا تتشابه، فلكل قصته، بين طفل تمتلكه الحيرة أمام جثمان أبيه وآخر يمتلكه الغضب، فهذا يمسك بساعة والده الراحل وهذه تصرخ ملء حنجرتها بوجع اليتم الذي أصبح واقعاً يتشاطره عشرات آلاف الأطفال الغزيين في هذه الحرب. ماذا عن أهل غزة؟ يا حكام العرب فكوا طريق اليمن، والله العظيم لا تفكوا طريق، أقسم بالله لا نكسر رؤوسهم إسرائيل، والله العظيم فكوا طريق اليمن، فكوا طريق اليمن. ها والله العظيم حرام عليكم، جالسين تفرجوا الناس هناك يموتوا كلهم يموتوا، والله العظيم بالآلاف يموتوا، حرام عليكم يا حكام العرب فكوا طريق اليمن، والله العظيم نتحرك الآن قبل بكرة. فكوا طريق، بس فكوا طريق، هذه رسالتي لكم، فكوا طريق الله والنبي، فكوا طريق، حرام يا أخي، ما في عندكم إحساس، ما في عندكم دم، حرام، أطفال ونساء ورجال كلهم يموتوا بالآلاف، والله حرام، حرام يا ناس، حرام. أتمنى أن ربي الحين يحول اليمن جنب قبل مصر، أتمنى أن ربي والله العظيم عشان ندخل بالحين إسرائيل، ندخل لهم بالحين لحم، والله العظيم ما بقى بينكم واحد، والله ما بقى واحد، تفهموا كيف؟ والله ما بقى واحد.